زلزال في مدريد، فابريزيو رومانو يفجر القنبلة، يورجن كلوب ملكاً للمارينجي. هل انتهت أسطورة ريال مدريد كما نعرفها؟ هل سقطت القلعة البيضاء في فخ الانهيار؟ الجماهير في شوارع مدريد لا تتحدث إلا عن شيء واحد: كارثة. موسم صفري، ضياع الليغا وخروج مذل من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ. الصمت في مكاتب الفالدي بيباس كان مريبا، لكن خلف هذا الصمت كان الثعلب العجوز فلورنتينو بيريز يطبخ طبخة ستغير وجه كرة القدم للأبد. اليوم ومن قلب المعاناة يخرج إلينا الصحفي الموثوق ملك الانتقالات فابريزيو رومانو بخبر هز أركان القارة العجوز. لا مزيد من التكهنات ولا مزيد من الصبر على أربيلو. المدرب القادم تم حسمه، والشروط وضعت، والإعلان بعد صافرة نهاية الكلاسيكو القادم مباشرة. استعدوا، لأننا على أعتاب ثورة بيضاء ستحرق الأخضر واليابس. فابريزيو رومانو أكدها بالكلمة الواحدة: يورجن كلوب هو الخيار الأول والأخير. نعم، الألماني الذي ظن الجميع أنه في استراحة محارب وقع في شباك الثعلب بيريز. الاتفاق يقضي بتولي كلوب قيادة السفينة من بداية الموسم القادم بعقد يمتد ل3 سنوات. لكن هل تعتقدون أن كلوب وافق ببساطة؟ الألماني وضع شروطاً تعجيزية، وبيريز الذي لا يقبل الإملاءات عادة انحنى هذه المرة للعاصفة. كلوب لم يطلب أموالاً لنفسه، بل طلب ترسانة صفقات. الأول هو الإعصار النرويجي إيرلينغ هالاند. نعم، حلم بيريز القديم سيتحول لحقيقة تحت قيادة كلوب. والثاني الجوهرة ليروي ساني جناح بايرن ميونخ ليعيد صياغة الأطراف في مدريد. وماذا عن سبيشال وان جوزيه مورينيو؟ الجماهير نادت باسمه، لكن فابريزيو حسمها. بيريز أغلق صفحة الماضي تماما، لا عودة لمورينيو، والبديل الوحيد في حال تعثر المفاوضات النهائية مع كلوب هو ديدييه ديشامب. ولكن مهلا، الثمن سيكون غاليا جدا. كلوب لا يريد بناء فريق على أنقاض الماضي. المفاجأة الكبرى التي كشفها رومانو هي خطة التطهير. بيريز قرر الإطاحة بجميع مراكز الدفاع الحالية، ثورة كاملة في الخط الخلفي الذي خذل المارينجي هذا الموسم. والقنبلة التي ستكسر قلوب الكثيرين: فينيسيوس جونيور. نعم، النجم البرازيلي المدلل لم يعد خطا أحمر. التسريبات تقول إن الإدارة وبضوء أخضر من المدرب الجديد وضعت فينيسيوس تحت المقصلة. إذا لم يحدث تغيير جذري في العقلية والأداء في المباريات المتبقية، فسيتم عرض النجم الأول للبيع لتمويل صفقات كلوب الكبرى. مدريد لا ترحم، والنتائج الكارثية جعلت بيريز يتحول لشخص لا يعرف العواطف. لماذا كل هذا الآن؟ لأن مدريد تنزف. الجماهير تعيش حالة غضب غير مسبوقة. أربيلو الذي كان يوما ابنا وفيا أصبح في نظر المدريديستا عنوانا للفشل التكتيكي. الخسارة أمام البايرن لم تكن مجرد خروج، بل كانت إهانة لتاريخ النادي في بطولته المفضلة. موسم كارثي بكل المقاييس، ابتعاد عن صدارة الليغا بفارق محجل، وخروج قاري مرير. بيريز يعلم أن كرسيه قد يهتز إذا لم يستجب لمطالب السوسيو والجماهير التي تملأ المدرجات بصيحات الاستهجان. لذلك كان التحرك نحو كلوب هو طوق النجاة الوحيد لإخفاء هذا البركان. نحن الآن نعد الثواني. الكلاسيكو القادم ليس مجرد مباراة، هو الوداع الأخير لعهد والاستقبال الرسمي لعهد يورجن كلوب. هل ينجح الثعلب العجوز في إعادة الهيبة؟ وهل ستتقبل الجماهير رحيل فينيسيوس مقابل قدوم هالاند وساني؟ الأيام القادمة ستحمل زلزالا بقوة 9 ريختر في العاصمة الإسبانية. ابقوا معنا، سنوافيكم بكل التفاصيل فور صدورها من فابريزيو رومانو وغيره من المصادر الرسمية. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن البرنابيو يشتعل.